اليوم بغيت نهضر على واحد السؤال اللي كيدور في بال بزاف ديال الشباب، اللي هو علاش اول حلم عندنا ملي كنتزادوا لحد الان هو نخرجوا من المغرب. ملي كنا صغار لحد الان كنسمعوا الا خرجتي لبرا غادي تنجح، او بلي الفرص كاينين تما، والمستقبل ماشي هنا، والفلوس تما غير مشتته، وبنادم كيجي داير لاباس وحديده وسيتياسيون مزيانه وكذا. ولكن خلينا نسولو واحد السؤال اخر: واش المشكل في المكان او لا المشكل في العقليه؟ ما غاديش نكذب عليك، كاين صعوبات في المغرب، وكاينين تحديات، وكاين ضغط اقتصادي، ولكن راه حتى برا كاينين صعوبات اخرى، وكاينه الوحده والمنافسه الشرسه وكاينين مشاكل اخرى اقتصاديه اللي ما كتردش ليها البال، وكاينه الضريبه من هنا لهي، وكاين الكرا غالي والمعيشه غاليه وعلى حسب الاقتصاد ديال كل دوله. الهجره ماشي حل سحري، ولكن الهجره مجرد فرصه. لمن دابا هذا هو السؤال الحقيقي، لمن الا كنتي واجد ليها، ولكن الا ما كنتيش واجد اصلا فين غادي؟ فين هو غادي؟ الا هربتي من المشاكل ديال هنا غادي تلقاهم تما، ولكن غادي تلقاهم مشاكل مختلفين وما متعودش عليهم. المشكل ماشي في الارض، المشكل واش عندك مهارة، واش عندك انضباط، ديسيبلين، واش عندك قيمة تزيدها في السوق، يعني واش في يدك ما يدار. كاين اللي نجح في المغرب، شفناهم بزاف، وليداتنا وخوتنا انا باقي جونا، باقي ما عنديش وليدات، الله يرزقنا الذرية الصالحة، غير جات في السياق وصافي. كاين اللي نجح في المغرب وكاين اللي فشل في اوروبا. هذا هو الجانب اللي ما كنشوفوش، كنشوفو حنا غير كاين اللي نجح في اوروبا وكاين اللي فشل في المغرب، والعكس صحيح. والمعادله ماشي جغرافيه، هادشي اللي ما كيبغيش يدخل للراس ديال شحال من واحد. المعادله عقليه، عقليه زيدها مهاره، زيدها صبر وصبر 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 وتقاتل. الا بغيتي تهاجر، هاجر باش تكبر، ماشي باش تهرب من المشاكل وباش تهرب من الواقع وباش تهرب من المحيط الى غير ذلك. وهذه حاجه اخرى غندوي عليها في بودكاست اخر، في حلقه اخرى ان شاء الله اذا كتاب. وإلا بغيتي تبقى، بقى وقرر تكون مختلف. يكفي، يكفي انك تقرر انك تكون مختلف. قرر انك تفيق غدا في الصباح، ماشي واحد النهار، غدا في الصباح، وتكون مختلف، وتخدم وتقاتل وتجتهد، ولكل مجتهد نصيب. و... وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سبحان الله. حيت المغرب صراحة وبكل صدق محتاج شباب واعي، محتاج شباب واعي، ماشي غير شباب كيحلم بالخروج، كيحلم غير يفيق ويخرج على برا. الخلاصة: النجاح ماشي عنوان ديالو دولة معينة، لاني نمشي نتجاوز الحدود غادي ننجح. وإنما النجاح، وكيف ما كنقولها ديما، النجاح عقلية. قدرتي تغير العقلية ديالك انت غادي تقدر تمشي مزيان. ما قدرتيش تغير العقلية ديالك ما غاديش تمشي مزيان. شفنا بزاف ديال النماذج مشاو على برا، ولكن العقلية ديالهم باقا هي هي، ولكن ما كاينش ديسيبلين وما كاينش اجتهاد. ما داروا والو، داروا تعياو، شبعوا من برا، وهما يرجعوا لأحضان الأمهات ديالهم. الله يسهل عليهم والله يهدي الجميع والله يوفق الجميع. غير الفكرة بكل خلاصة واختصار: النجاح مجرد عقلية، سطر عليها 5 المرات بستيلو خضار وبستيلو حمر، وكتبها كيف ما بغيتي. النجاح مجرد عقلية.
it depends on you brother. كتوقف عليك انت واشنو بغيتي، واش قادر انك تنوض تخدم على راسك، واش قادر انك تفيق الصباح وتخدم وتحرك وتوكل على الله، او لا باغي تسهر حتى لواحد الوقت على الخوال الخاوي، افلام والصهير والزهو، او وتفيق حتى ل 12 ولا الجوج ولا 4 العشيه، وتبقى تقول راه المشكل في المغرب ومشكل في المحيط ومشكل في الناس. راجع نفسك وتبارك الله عليك، والتغيير كيبدا منك، وتفكر قوله لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكيف كنقول ديما، شكرا حيت كتستمتع وكتسمع لي بودكاست ديال جون اونتربرونور، وانا عارفك الا وصلتي هنا فعلا كتستمتع بهاد لي بودكاست. كنتمنى نسمع فيدباك ديالك، وكنتمنى توصل هاد الرسالة لصاحبك اللي بغيتي ان تغير العقلية ديالو. وكيف كنقول ديما، دمتم في رعاية الله وحفظه ودمتم سالمين.